السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الفلوس في المنام. بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة يا جماعة. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وبشكر الناس اللي على طول بتكتب لي في التعليقات. بصوا يا حبايبي، صلوا على النبي. النهاردة عشان جاتلي كتير في التعليقات رؤية الفلوس يا جماعة. رؤية الفلوس لما تلاقي معاك فلوس كتير وانت عارف عددها، اعرف على طول ان دي بشرة خير ورزق وسعد وفكة كرب ودي او قضاء حاجة لو عارف عددهم. لو شفت في المنام فلوس كتير معاك وما انتاش عارف عددهم ومش عارف تعدهم، اعرف على طول انت داخل على مشكلة وكرب وهم يكفوكوا شر يا رب وضيقة مادية ومشاكل. ليه بقى؟ لانك انت مش عارف عددهم. يعني انت بتطلع من جيبك كده وما انتش، او حاطط فلوس في المحفظة، او انت حاطط وبتطلع كده وترجع تتوه. ما انتش عارف هم دول اللي كانوا معاك ولا ما كانوش معاك. طب دول اللي كانوا في المحفظة ولا دول اللي كانوا، ولا حد خد منهم ولا ما حدش. دخلت في توهة ومتاهات وحيرة وضيقة انما لما بتكون عارف في عددهم ده حلو، امور مترتبة عندك وفك ضيقة وكرب وقضاء حاجة. تمام يا جماعة. لان الفلوس من كتر ان هم مش عددهم ومش عارفهم هتخش على هم وضيقة. تمام. لو انت شفت في المنام ان انت مالي قفة ولا مالي شوال وحطيت فيه وعمال تلم فيه فلوس وما انتش عارف، عمال تلم، عمال داخل في متاهات وتوهة وهم، بتلم عمال محتار تفك الديون دي منين، محتار تفك الحاجة دي منين، تايه في لم الفلوس، يبقى توهة في سددان اللي عليك، توهة. انما لو انت عارف بقى وشفت في المنام ان انت عارف ان انت الفلوس دي كام وعددها كام، اعرف بشرة خير لك. لو عندك دين هيتفك، لو عندك ميراث هيجيلك، لو انت في جمعية عاملها بقى هتقبضها. يعني بص، حاجة جميلة لو تعرف عدد الفلوس ان كانت ورق او فضة، لو عارف عددهم. انما مش عارف عددهم ده مش رؤية غير محمودة. تمام. طيب رؤية الفلوس بقى، لو ميت جاي يديك فلوس ايا كان عددهم ايا كان ايه هو، اعرف ان ده رزق ورزق كبير جاي لك، او انت كنت في دقيقة وربنا هيفكها عليك ببشرك. لان عطية الميت رزق يا جماعة ورزق كبير جدا. تمام. اما الفلوس اللي ما تعرفش عددها وحشة، اللي انت عارف عددها فرؤيتها مبشرة بالخير، فك ضيقة او فك كرب وكل حاجة جميلة اللي تعرف عددها سواء كانت ورق او فضية. والله اعلى واعلم يا جماعة. وبعد كده انا هقول لكم بعد كده الارقام والحاجات دي باذن الله، عشان بتجيلي الحاجات دي كتير في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.